تخيل ان نصيبك انك تتولد كابن غير شرع العيلة، ودي طبعا حاجة انت مالكش دخل فيها، بس بالرغم من ده بتحاول بكل قوتك انك تعمل كل اللي تقدر عليه عشان بس تسمع كلمة حلوة من ابوك او ان عيلتك تعترف بيك، لدرجة انك بتسمع كل كلام عيلتك والاوامر اللي بتتلقاها منهم ومن ابوك من غير ما تسأل ليه وازاي، بالرغم من انك عارف ان كل اللي بتعمله دوت اسوأ الاعمال من غدر وخيانة واغتيال وقتل. بس يا ريت كل ده نفع يا صاحبي، بل ان بعد ده كله ابوك اللي انت المفروض من لحمه ودمه وعيلتك اللي كنت شغال عندهم زي كلب الصيد من غير ما تسأل ليه وازاي، هم اللي امروا بقتلك واعدامك بعد ما خدوا كل اللي عايزينه منك. والله زي ما سمعت كده يا صاحبي، بس القدر بيلعب لعبته معاك وبترجع بالزمن. فيا ترى هتقدر تغير مجرى حياتك كله، ولا هتعيش نفس الذل اللي عشته تاني وتستنى مصيرك المحتوم؟ وكل ده هنعرفه في حكايتنا الأسطورية النهاردة، فتحمس معايا لأنك زي ما متعود مننا هتشوف عظم وملحمة ملهاش مثيل. بس حبيت بس أقول قبل ما نبدأ إن القصة بتاعتنا كلها وحي من خيال المؤلف وما بتمدش الواقع بتاعنا بصلة، وأي حاجة بتخالف معتقداتنا أو ديننا ملناش دعوة بيها. وإن شاء الله أصلا بنحاول إن إحنا ما نذكرش أي حاجة من ديت في القناة بتاعتنا، وبنحاول على قد ما نقدر إننا ما نظهرش فيها أي معتقدات خاطئة، وإننا بس بنتفرج للمتعة والتسلية مش أكتر. ومن غير ما أطول عليكم ما تنساش تصلي على سيدنا محمد، ويلا بينا نبدأ حكايتنا. بتبدأ أحداث الأنمي بتاعنا على منصة الإعدام، وأيوة شكل البداية نار من أولها يا صاحبي. وبنشوف الشخص اللي على وشك إنه يموت ده، وبنعرف إن هو بطلنا وبيكون اسمه فيكير فان باسكرفيل، وهنديله بفيكير. وبيبدأ يتكلم ويقول: أنا كان زي كلب الصيد اللي كرس ولاءه وحياته كلها لخدمة عائلة باسكرفيل ورئيسها، وفي الآخر اتهمت اتهامات باطلة بالتعاون مع الشياطين. ودينا اهو على منصة الإعدام وعلى وشك إنهم يقطعوا رقبتي. بس لو قدامي فرصة واحدة بس وارجع أعيش حياتي دي تاني، مش هعيش زي كلب الصيد اللي بيتخلصوا منه بعد ما بيصطادلهم الفريسة. وفعلا يا صاحبي بنشوف إن حكم الإعدام دوت بيتنفذ عليه وبيموت وبتنفصل راسه عن جسمه. ووسط الحشود اللي حوالين منصة الإعدام بنشوف شخص واقف. ركز لي عليه يا صاحبي أوي عشان هنعوزه بعدين. بس لو انت فاكر ان ديت النهاية يا صاحبي، احب اقولك ان هي الا البداية، والاحداث لسه هتولع معانا. وبنشوف بطلنا وهو بيبدأ انه يفتح عينيه وبيشوف حواليه اخشاب سرير، وبنشوف بطلنا وهو متفاجئ واحنا كمان متفاجئين لاننا بنشوفه في جسم طفل رضيع راقد على السرير. وبيكون بطلنا لسه مستغرب وبيقول: هو انا جسمي تقيل كده ليه ومش قادر ان انا احركه؟ وايه الدوشة اللي حواليا دي؟ هو انا في الجحيم ولا ايه؟ وبنفهم ان بطلنا داخل قصر عائلة باسكرفيل، وبيكون موجود وسط عدد كبير جدا من الأطفال، واللي بيكونوا طبعا عاملين دوشة وعمالين يعيطوا بصوت عالي مع أطفال مستنيين منهم إيه. وبنشوف الشخص اللي أنا قلتلك خد بالك منه في أول الحكاية اللي كان واقف عند منصة الإعدام، وبنعرف إن الشخص دوت هو رئيس عائلة باسكرفيل اللي بيكون اسمه هوجو. وبنشوفه واقف متعصب جدا وبيقول: الأطفال الأوغاد المصرين للشفقة دول. وبيبدأ إنه يتمشى ما بين الأطفال دول وبيقول: أنا مش شايف ما بينهم أي طفل يستحق، شكلهم المرة دي كلهم مجرد حسالة. بس بنشوفه واقف كده مرة واحدة وبيقول: الحسالة ده أقل صخبا وإزعاجا عن الباقيين. الراجل اللي مش طايق نفسه من البداية ده. وطبعا بيكون واقف وبيقول كده على بطلنا فيكر، وده طبعا لأن بطلنا يعتبر شخص كبير، بس هو رجع بالزمن لمرحلة الطفولة بتاعته. وبيتكلم هوجو اللي هو رئيس العائلة وبيقول: نقل الأطفال دول لمهدي السيوف. فبيرد على الخادم وبيقول له: حاضر حاضر يا سيدي. وهنفهم بعدين وهو مهدي السيوف ده. وبنشوف بطلنا فيكير وهو بيقول إن الشخص ده هو الجان الرئيسي وراء تحطيمي وإعدامي واتهامي بالخيانة، هوجو لي باسكرفيل. وبنشوف هو بيقول: أنا خلاص كده شكوكي اتأكدت، بما إن عقلي لسه شاب زي ما هو، يبقى أنا فيكر فان باسكرفيل بس عدت بالزمن لأيام طفولتي. ويبدأ بطلنا يحكي لنا أكتر عن حياته وبيقول: إن أنا في حياتي السابقة عشت حياة كلاب الصيد. هو إيه يا ابن حكايتك مع كلاب الصيد؟ وبيعرفنا على نفسه اكتر وبيقول لنا ان انا اتولدت كطفل غير شرعي للعائله واتدربت في اصعب الظروف، ورغم ده كله كان مفروض عليا تفاني في اداء واجباتي ومهامي كلها. ومهامي ديت كانت عباره عن كل انواع الاعمال القذره،
اغتيالات بقى، استخبارات، ابتزاز. يعني بص يا صاحبي، اوحش حاجة تيجي في دماغك هو كان بيعملها لصالح عيلته، وطبعا من غير ما يسأل ليه وازاي. وبقول لنا ان انا كل ده كنت بعمله عشان اخلي عائلة باسكرفيل الافضل بين العائلات السبع الكبرى. وكان سبب ولائي لده كله وقيامي بالمهام دي كلها بسيط جدا، وهو ان انا اردت فقط ان العائله ورئيسها هوجو يعترفوا بيا. وبيكمل وبيقول لنا ان في بوابه جحيم فتحت على الارض، كان اسمها بوابه بانديمونيوم، واللي جلبت ملايين من الشياطين لعالمنا. ومن هنا بدأت حرب البشر مع الشياطين. بس بعد مرور 10 سنين على فتح البوابة انتهت المعركة الطويلة بين البشر والشياطين بانتصار البشر. بس كانت مكافأة كلاب الصيد اللي أنا من ضمنهم طبعا. مش مكسوف من نفسك يا ابني وانت عمال توصف نفسك بالكلب. المهم بقول إن كانت مكافأة كلاب الصيد اللي كرسوا حياتهم كلها لخدمة العائلة، اللي طبعا من ضمنهم بطلنا، هي قتلهم بعد صيد الفريسة. ما خلاص كده بقى ما عادش لهم اي 30 لازمه. وبنشوفه هو بيرفع ايده متحمس وبيقول ان انا عشت الحياه دي قبل كده ومهما حصل مش هعيشها تاني. وبيبدا انه يخبط في نفسه وبيحاول يقوم وبيقول انا عايز انتقم من دلوقتي، بس مش عارف اعمل حاجه بجسد الطفل الرضيع ده. شكل صاحبنا مستعجل قوي على الانتقام. وبيكمل وبيقول ان انا قدامي لسه فرصه عظيمه لبناء قوتي. وقال ان المره دي كمان هحاول ان انا اسلك اصعب الطرق عشان ابقى اقوى من حياتي السابقه. واول خطوه في رحلتي ديت هتبدا من مهد السيوف. وتعالى بقى يا صاحبي احكي لك عن مهد السيوف دي. ومهد السيوف دي بتبقى عاملة زي اختبار بيعمله رئيس عائلة باسكرفيل لأطفاله أول ما بيتولدوا، وبتبقى عبارة عن جزئين. والاختبار دوت بيبقى عامل زي التقاليد في عائلة باسكرفيل اللي المفروض يمر بيها أي طفل مولود في العائلة. وبيبقى الاختبار دوت على مرحلتين. المرحلة الأولى إن الأطفال كلهم بيترموا في متاهة من السيوف، والأطفال بيتحركوا ما بين السيوف دي عشان يتم اختبار قوتهم ويوصلوا لنهر اسمه نهر ستيكس العظيم. ده شكله عذاب يا صاحبي مش اختبار. والمرحلة التانية منه إن الطفل بعد ما بيوصل نهر ستيكس دوت بينزلوا الطفل فيه، عشان معروف إن النهر دوت نهر أسطوري بيخلي أجسام الأطفال أقوى من الفولاذ. وبنعرف إن عدد الأطفال اللي بيقدروا يوصلوا للنهر ده محدود جدا، وبيحصلوا على القوة ديت عددهم محدود جدا. وبقول لنا بطلنا إن أنا في حياتي السابقة اخواتي كلهم دفعوني وما قدرتش احصل على تأثير النهر ده ولا قوته. بس طبعا الكلام ده مش هيحصل دلوقتي. وبنشوفه هو بيتحرك ما بين السيوف وبيوصل اول واحد للنهر وبيرمي نفسه فيه وسط ذهول واندهاش. طبعا هوجو رئيس العائلة والخدم اللي معاه ومستغربين ازاي طفل وصل لنهر ستيكس الاسطوري في الوقت القصير ده. وبنشوف بطلنا وهو في نهر ستيكس وهو تحت المية، وبيبدأ انه يحس ان مية النهر وقوتها بتتسرب لجسمه وعظمه. بقول في نفسه ان دي بس البداية، ودي بداية جيدة عشان تعمل فرق في حياتي. وبنشوفه هو بيكتب نفسه تحت الماء لأطول فترة ممكنة عشان ياخد قوة النهر وأكبر طاقة يقدر ياخدها من النهر. وبنشوف الخدم والجنود اللي مع هوجو كلهم مخضوضين عليه وعمالين يتحايلوا عليه عشان يطلع، وعمالين يقولوا لنفسهم هو احنا المفروض ننقذه ولا ايه؟ مش كده قعد وقت طويل تحت المية. وبنشوف هوجو بيضحك بكل شر، شكل الراجل ده مريض نفسي. ويبدأ يكلم شخص وراه بيقول له باريمور. وكده بقى له قد ايه تحت المية؟ انت لسه ملاحظ دلوقتي؟ فبيرد على الشخص دوت وبيقول له تقريبا 7 دقائق يا سيدي. وبنعرف ان الشخص اللي ورا ده هو باريمور رئيس القصر في العائلة، زي كبير الخدم كده. فبيتكلم واحد من الخدم الصغيرين وبيقول له سيدي 7 دقائق ده كتير جدا، ده كده ممكن يموت. ونشوف ان هوجو بدأ فعلا انه يقتنع وبيقول له خلاص كده يا فتى تقدر تطلع دلوقتي. وبيكون بطلنا لسه تحت المية عمال يكتم في نفسه عشان ياخد اكبر قدر من الطاقة، لدرجة كمان انه بيشرب مية النهر ببقه. وبقول ان انا المرة دي لازم افوتش ربع فرصة احصل منها على الطاقة. وبيكون خلاص بدأ انه يختنق، ولسه برضه بيقول في نفسه لازم تتحمل يا ابني خلاص هتموت كده. وبنشوف ان هوجو سحبه من المية وبيقول له مش كفاية عليك في النهر كده؟ ويلاحظ انه كمان شرب من مية النهر وبيقول له انت كمان شربت من مية النهر. وبنبدأ نلاحظ تأثير مية النهر عليه من لحظة خروجه، واسنانه كلها نمت وهو لسه طفل رضيع. وبيبدأ يسأل رئيس الخدم بتاعه بيقول له هو الطفل ده اسمه ايه؟ وطبعا بيكون معجب بيه. فبيرد على رئيس الخدم بيقول له فيكر يا سيدي. وبيبص له هوجو بإعجاب وبيقول فيكر انا شكلي انجبت طفل على القيمة. ونشوف بطلنا وهو بيكلم نفسه في دماغه على طريق كلاب الصيد وبيقول ان انا هستغل الوقت دوت في سن انيابه في صمت، ولما يحين الوقت المناسب هقطع راس سيدي اللي هو على هوجو طبعا. وساعتها هتكون عائلة باسكرفيل محطة تاريخ وهمحاها من الوجود نهائيا. وهنا يا صاحبي هديك ملخص سريع عن بطلنا في حياته السابقة. وبيكون اسم بطلنا فيكر فان باسكرفيل، وزي ما عرفنا هو الابن الغير شرعي لهوجو زي بقية أطفال.
وبنعرف إن هو لما كان عنده بس 8 سنين كان عنده موهبة وقدرات لو في أي مكان تاني غير عيلته كان زمانه يعتبر عبقري ومن أقوى الأشخاص. بس بالرغم ده كان في أسرته مجرد شخص عادي. إنما بقى في عمر ال20 سنة بدأ إنه يتكلف بمهام كلها زي الطين، زي الاغتيال والتجسس والقتل، أي أعمال سيئة أو شمال يعني العيلة كانت بتحب إنها تعملها كانت بتروح. وبيقول لنا إن هو في سن ال30 فتحت البوابة على عالم الشياطين وبدأ غزو الشياطين. وفي سن ال35 كان في عز الدمار، كانت الشياطين في عزها وكان العالم في عز الدمار. وطبعا كان بطلنا بيكلف بقتال الشياطين دي وقتلها. وزي ما عرفنا إنه في سن ال39 بعد مرور 10 سنين على فتح البوابة انتهت الحرب الطويلة ديت بانتصار البشر. والمكافأة طبعا خلاص بعد ما مهمتهم انتهت وقضوا على كل الشياطين اتهموا كلهم بالخيانة واتأمر بقطع رقبتهم. وبنرجع لبطلنا وبنشوفه بعد ما خلص الاختبار بتاعه ورجع لسريره بعد ما نجح انه يحصل على قوة نهر ستيكس الأسطوري. بيكون فرحان انه نجح في اول خطوة في تحقيق هدفه اللي هو حصوله على قوة نهر ستيكس الأسطوري. وبنشوف واحدة داخلة عليه وشايلة صندوق في ايديها وبتبرطم وبتقول زي ما سيدتي أمرتني. وبيلاحظ بطلنا المرأة ديت وبيقول هي مين الست دي وايه العلبة اللي في ايديها دي ومين سيدتها وأمرتها بإيه؟ يا باشا روق على رزقك هتعرف دلوقتي. ونشوف بطلنا هو مستغرب وبيقول الصندوق اللي في ايد السيدة دي أكيد محدش هيسيب هدية لطفل غير شرع. وهي قصدها ايه بكلمة أنا بنفذ أوامر سيدتي دي. وبنشوف السيدة دي فعلا سابت الصندوق اللي في ايديها على سرير بطلنا ومشيت. ومرة واحدة بيفتح الصندوق ده وبيخرج منهم أفعيتين سمتين. وبنشوف بطلنا بيستعد وبيقول أكيد اللي بعت الأفعيتين دول بيحاول اغتيال. ويبدأ بطلنا يفكر في مين اللي يكون بعت له الأفعيتين السمتين دول عشان يغتالوه. وبيقول إن في عدد قليل من الناس في باسكرفيل اللي بيطلق عليهم سيدتي. هي ممكن تكون واحدة بتحاول تقلل عدد المنافسين قدام طفلها. المهم بطلنا بيسيبهم الأفكار ديت وبيخليه قدام الثعبانين اللي خلاص بيكون على وشك إنهم ينقضوا عليه. بس على مين يابا؟ ده بطلنا اللي بيمسكهم هما الاتنين بإيديه المجردتان وبيبدأ إنه يفحصهم ويسحقهم بإيديه بس. وفعلا بيقدر إنه يخلص عليه. وشكل نهر ستيكس دوت أكسبه قوة رهيبة. وبنشوف إن تاني يوم إن الخدم وأفراد من العائلة كلهم واقفين ومستغربين وحقهم يستغربوا فعلا الصراحة لأن بيكون قدامهم بطلنا نايم ولا همه وحواليه أشلاء الأفعتين اللي كانوا بيحاولوا إنهم يقتلوه. ونشوف بعد اليوم ده مجموعة من الحراس واقفين في الأوضة اللي فيها بطلنا وبيتكلموا مع بعض وبيقولوا إن خلاص تم إعدام جميع المربيات اللي كانوا شغالين في الوقت ده. وده طبعا بعد ما تعذبوا عذاب قوي جدا. بس لغاية دلوقتي ما احناش عارفين السبب وراء سحق جسم الأفعتين السامتين في النهاية. وبنفهم هنا إن كل المربيات والخدامين اللي كانوا شغالين في اليوم اللي هجموا فيه الأفعتين السامتين على بطلنا هوجو أمر إنهم يتعدموا كلهم. وبنشوف بعد مرور اليوم ده ب8 سنين بطلنا وهو قاعد وسط الطلاب اللي بيكونوا اخواته وقرايبه من عائلة باسكرفيل. ويبدأ الأستاذ اللي قدامهم يشرح ويقول إننا هنتكلم النهاردة عن المراحل والدرجات بتاع المبارز أو السياف. وبيقول لنا إن الشخص اللي ما بيقدرش يحوط السيف بتاعه بأي قدر من المانع فده بيعتبر مبتدئ سيف. أما الشخص اللي بيقدر يحط كمية قليلة من المانع على السيف بتاعه بيسمى خبير السيف. والشخص اللي بيقدر يحط السيف بتاعه بمانع كتيرة شوية بس بتبقى شبه السائل كده بيسمى سياف أعلى. وأخيرا وأقوى هيئة فيهم إن الشخص اللي بيقدر يحط السيف بتاعه بهالة ومانع بس بتكون الهالة ديت صلبة وبيقدر يشكل المانع ديت حوالين السيف بتاعه على أي شكل هو عايزه بيسمى سيد السيف. ودي طبعا بيكون أكبر وأقوى درجة بيوصل لها المبارز. وبيكمل في وسط ندهش الطلاب وبيقول إن هوجو القائد الأعلى لباسكرفيل يعتبر دلوقتي هو سيد السيف. ونشوف إن بطلنا متغمس في أفكاره وبيقول إن هوجو دلوقتي هو سيد السيف في الوقت ده يبقى أنا لازم قبل مراسم بلوغ سن الرشد بتاعتنا يجب علي إن أنا أستعيد كل قواي السابقة. وبيقطع تفكيره الأستاذ بتاعه. وبنشوف إن المدرس بتاعه بيبص عليه بكل إعجاب وبيقول إن السيد فيكير منغمس في أفكاره كالعادة. وبيكمل وبيقول إنه عنده فرق كبير في القوة والمواهب عن غيره من الأساد الشباب من حيث الجسد القوي اللي حصل عليه من الغوص والسباحة لمدة 7 دقائق كاملين في نهر ستيكس الأسطوري. ده غير الدماغ العبقري اللي بيفكر 100 مرة قبل ما يجاوب على أي حاجة. وبيكون بطلنا في الوقت دوت بيفكر وبيقول هو أنا على كده هستغرق كام سنة عشان أقدر إن أنا أقتل هوجو. وبنشوف إن وسط الكلام دوت 3 أشخاص باين عليهم إنهم توأم بيبصوا لبطلنا بكل حقد. وبنشوفهم بعد الدرس بيبدأوا إنهم يتنمروا على بطلنا ويقولوا له
ازيك يا نصف الكمامة. وطبعا نصف الكمامة ديت القصد منها انه ابن غير شرعي وكده. وبيبدأوا العيال الغلسة ديت يكلموه يقولوا له هو انت بقى الابن الغير شرعي لعائلة باسكرفيل؟ وصحيح اللي بيتقال عليك ده انك وانت لسه طفل انك تنيتك في بحر ستيكس الاسطوري لمدة 7 دقايق كاملين، وكمان قمت بخنق أفعيتين سمتين بيداك العاريتان فقط. وبيقول بطلنا في نفسه أنا عارف الأطفال دي، وفي حياتي السابقة هما اللي طعنوني لما كنت بحاول إن أهرب بعد ما لبسوني تهمة الخيانة، وكانوا معروفين باسم الرمح الثلاثي لهوجو باسكرفيل. وبتتكلم العيال دي وبتقول له من الآخر كده احنا ما بنحبكاش، يا الحقد ده يا جدعان. وبيقول بطلنا في نفسه إن بعد 10 سنين بس من دلوقتي العيال ديت هتكبر ويكونوا ليا خصوم مزعجين، ومن الأفضل إن أنت تقضي على خصومك وهم لسه براعم صغيرة. وبنشوف إن واحد من العيال ديت رفع خنجر على بطننا وبيقول له إن الأسطورة بتقول اللي بيعوم في نهر ستيكس الأسطوري لمدة طويلة جسده بيصبح كالفولاذ، يبقى أكيد أنت مش هتتأذى من نسل الخنجر ده، وحتى لو طعنتك أنت مش هتموت صح؟ وبتبدأ العيال دي إنها تضحك قصاد بعض يا أخي على الأم بروكو. وبنشوف إن واحد من العيال ديت لف حوالين بطننا وحط الخنجر في بقه وبدأ إنه يقول له لو الأسطورة دي فعلا حقيقية فأنت تتحمل الخنجر دوت على الأقل لمدة 3 دقايق وبعدها أنا هخرجه. ونشوف إن بطلنا متعصب من اللي حواليه ده وبيقول في دماغه طالما انتوا عايزين تلعبوا يلا بينا. وبنشوف الاتنين اخواته الباقيين عمالين يعدوا الوقت ويقولوا اهو كده عدى دقيقة واحدة، وبيظهر عليهم التعجب والاستغراب بعد ما بيعدي 3 دقايق وبيقولوا هو ازاي قدر انه يصمد لغاية دلوقتي. وبيموتوا من الرعب لما بيعدي 10 دقايق وما بيحصلوش أي حاجة. وحتى الواد اللي واقف ورا بطلنا بيبدأ إنه يترعب ويقول هي شكل الأسطورة دي حقيقية ولا إيه؟ وبيكلموه إخواته الاتنين وبيقولوا له خلاص سيبه إن دوت معادش ممتع، خلينا نمشي من هنا. وده طبعا بعد ما شكوا إن بطلنا قوي ولو عايز هيقدر يخلص عليهم كلهم. ومرة واحدة بيعض بطلنا الواد اللي ماسكه من إيده وبيبدأ إنه يتف الدم من بقه، وبيبدأوا كلهم يستغربوا يقولوا قول لي أنت عملته ده. فببص لهم بكل شر بقول لهم مش اخواتك قالك تبعد ايدك كفايه كده، انت خايف دلوقتي من ايه؟ ورد على عيلين غير اللي كان ماسكه من بقه بيقولوا له خايفين؟ هما مين دول اللي خايفين؟ وبنشوف ان اخوهم التالت اللي كان حاطط ايده على بق بطلنا هو عمال يصرخ من الالم وبيقول له انت قطعت صابعك ما تعيطش يا حبيبي. وبيكلموا اخواته وبيقولوا له ما تخافش ما تخافش يا اخويا، خلينا نروح للكاهن ونطلب منه انه يعالج صابعك. فبيرد عليهم بطلنا بكل فخامه وبيقول لهم ومن اللي سمح لكم انكم تذهبوا؟ فبيتعصب واحد من الإخوة دول وبيمسك الخنجر وبينقض على بطننا بكل قوة وبيطعنه ببطنه وبيقول له هو أنت نسيت إن إحنا الإخوة أكبر منك بسنة؟ بس بنشوفه إنه ميت من الرعب لأننا بنشوف إن الخنجر بتاعه مقدرش يخترق جسم بطننا. فبيمسك بطننا إيده بكل سهولة ويبدأ إنه يتنيها وبيقع الخنجر منه وبيقول له أنا شكلي إن أنا نسيت بس ما يهمش كتير، طالما أنت بتمتلك الموهبة والقوة فأمور تافهة زي العمر ديت مش هتبقى بتهمك كتير. بيبدأ إنه بيبصلهم بكل شر ورعب وبيقول لهم خلونا نلعب شوية أيها الإخوة الثلاثة. وبنشوف الواد دوت مرعوب تحت إيد بطننا وبيقول له يبقى فعلا الشائعات اللي كانت بتتقال صح، ولسه بيلحقش يكمل كلامه بنشوف بطننا وهو هبد بوكس في وشه مدشمله حرفيا وبيقع قدام إخواته متمرمغ في دمه. فبيتعصب واحد من إخواته الباقيين دول وبيقول له أيها الواغد، هو طبعا من جواه مرعوب من اللي شافه. وبطننا ما بيستناش وبيهبده هو التاني رجل بالدرمغة على الأرض. وبيبدأ بطلنا يتكلم ويقول لهم ما تخافوش ما تخافوش هتتحسنوا بعد ما تتلقوا العلاج. ويبدأ إنه يشيل الخنجر من على الأرض وهو بيكمل كلامه وبيقول لهم بس المشكلة إن أنا مش هقدر أسمح لكم إنكم تخرجوا من الغرفة، لا هيرتاح بالي ولا جسمي، لا هيرتاح بالي ولا جسدي طوال حياتي. وشكل كده يا زميلي بطلنا ناوي يطلع عليهم القديم والجديد. وبيرفع بطلنا الخنجر وبيقول لهم بس بالرغم من كده هكون كريم معاكم وهسيب واحد منكم يهرب. فبيردوا عليه وبيقولوا له طب مين؟ انت قررت هتسيب مين فينا اللي يمشي؟ فبيرمي لهم الخنجر قدامهم وبيقول لهم القرار في الامر دوت يخصكم انتم ايها الاخوه، وعندكم الحريه في انكم تقرروا مين فيكم هيطلع من الاوضه ديت مش على رجليه. وبقول لهم استعجلوا شويه انا مش هستنى اليوم كله. اوه ده بطلنا نشر الفتنه ما بينهم وشكله هيخليهم يخلصوا على بعض من غير ما يحرك صبع من ايده. وبدأ الإخوة إنهم يتوتروا ويبصوا لبعض ومش عارفين يعملوا إيه، وبصراحة هما في موقف لا يحسدوا عليه. وبنشوف بطلنا واقف وهو بيقول كده بدأ انفصال الإخوة التوأم في باسكرفيل عن بعضهم من دلوقتي، وهتبقى خطوة مهمة جدا بالنسبة لي بعدين. وبينتقل بينا المشهد على رئيس الخدم لعائلة باسكرفيل باريمور. هو بيتكلم مع رئيس العائلة هوجو وبيقول له سيدي إن في معركة حصلت تاني ما بيننا وما بين عائلة مورجو
في مناجم الياقوت، وعائلة مورجو لسه عند كلامها وعمالة تقول إن مناجم الياقوت هي مجالها الخاص، ما ينفعش حد إنه يتعداه ويشتغل فيه معاه. فبيرد عليه هوجو بيقول له عائلة مورجو، طب في أي تقارير تانية؟ فبيرد عليه بريمورو وبيقول له إن نتائج تقييم الاختبار للنصف الدراسي الأول ظهر، وإن السيد فيكير اللي هو بطلنا احتل المركز الأول في الكتاب. وبنشوف علامات الإعجاب والانبهار على وش هوجو، وبيتكلم وبيقول لبريمور طب إمتى هيكون الاختبار العملي بتاع الأطفال قبل دخولهم المدرسة؟ ويرد عليه بريمور وبيقول له بعد 5 أيام يا سيدي، وإن الفرسان الحماة سافروا لقلعة الأطفال عشان يستعدوا للاختبار العملي. فبيرد عليه هوجو بيقول له يبقى أكيد دلوقتي قلعة الفتيان اللي هم يعني في المدرسة وأكبر في السن من الأطفال فارغة دلوقتي وما فيهاش أي فرسان. فبيرد عليه بريمور وبيقول له سيدي، بمناسبة الفتيان أنا في حاجة لازم أعرفك بيها. وبيكمل وبيقول له إن مؤخرا كان في قتال كبير بين الأولاد. فبيستعجب هوجو بيقول له قتال كبير؟ يعني في كام واحد اتقتل من العيال؟ فبيرد عليه بريمور وبيقول له هو محدش مات. وبيكمل وبيقول له إن الأخ الأكبر من الإخوة ال3 جميع سنانه اتدمرت، والأخ الأوسط فكه اتكسر، والأخ الأصغر صبعه السبابة انقطع. فبيرد عليه هوجو بيقول له هو إيه المشكلة يعني؟ ده منهم دلوقتي كلهم اتعالجوا واستعادوا كامل صحتهم. فبيرد عليه بريمور وبيقول له أيوة يا سيدي، بس جروحهم النفسية كبيرة أوي ولسه لغاية دلوقتي ما اتعالجتش. فبيرد عليه هوجو بيقول له بما إننا جماعة قرايب فما ينفعش إنهم يتشاجروا مع بعضهم البعض، بس إيه سبب الصراع ده واتضربوا مع مين؟ فبيرد عليه بريمور وبيقول له إنهم اتضربوا مع واحد من الأولاد واللي كان بعمر 8 سنين وأصغر منهم بسنة واحدة، وخلى الأولاد ال3 كلهم بالشكل ده. واللي أنا بتكلم عليه ده يا سيدي هو المركز الأول في الاختبار الكتابي السيد فيكير هو الجاني. فبيتعجب هوجو طبعا وبيأمر بإحضاره. فبنشوف إن بطلنا توجه لداخل القلعة عند والده، وبيبدأ أبوه يحييه ويقول له أنت كبرت أوي يا فيكير، أنا مشفتكش من زمان. فبرد عليه بطلنا وبقول له أهلا أيها اللورد. فبرد عليه هوجو بابتسامة عريضة وبيقول له لورد يا أخي ما تبالغش، خلي البساط أحمد. وطبعا هوجو بيكلمه كده عشان عارف مدى قوته وإن هو متفوق عن الجميع. فبيكمل هوجو كلامه وبيقول له أنا سمعت إنك ضربت التوأم ال3 البالغين في الصف الأول وعمرهم 9 سنوات. فبتصنع بطلنا الغباء وبيقول له هم اخواتي كانوا أكبر مني في السن، بس أنا عارف إنهم تلقوا العلاج المناسب. فبرد عليه هوجو وبيقول له أنا ما بتكلمش عن أضرارهم الجسدية، أنا بتكلم إن دلوقتي نفسيتهم بقت محطمة جدا، ومن اليوم ده ما عادش حد فيهم طايق التاني وكل واحد بياكل لوحده. وده حاجة غريبة طبعا بالنسبة لهم لأنهم كانوا بيعملوا كل حاجة مع بعض، وكانوا ال3 ممتازين في اجتياز الامتحانات في نفس الوقت. وعرفت دلوقتي إنهم هما ال3 فشلوا بالكامل. وبيكون بطلنا سامع ومبتسم ابتسامة خفيفة كده وبقول له أنت مش حاسس إن اللي أنت عملته ده غلط؟ فبرد عليه بطلنا بقول له أنا أخطأت في إيه؟ فبيقول له هوجو أمال مين اللي خلى إخواتك في حالة الفوضى دي، أمه ولا مين؟ فبيرد عليه بطلنا بكل استعلاء وفخامة وبقول له أنا أقوى منهم. إزاي شخص مهول القوة وعظيم زي النخل في حاجة زي دي؟ فبيتكلم بالمر وبيقول له سيدي من ال3 الإخوات جم قبله مسامحينه على اللي عمله. وبيتكلم هوجو بيقول له يعني أنت عايز تفهمني إنك ما بتشعرش بالذنب؟ فبيرد بطلنا وبيقول له سامحوني. وبنرجع في ذكريات بطلنا قبل ما يرد على أبوه في حياته السابقة، وبيقول لنا إن آخر بنت العائلة دمرها هوجو باسكرفيل شخصيا وقضى على أفراد عائلتها. ظهرت البنت دي وراحت تقابل هوجو شخصيا بعد ما قضى على عائلتها كلها، وبدأت إنها تقول لهوجو إن أنا بعد فترة طويلة اكتشفت إن كل دوت ملوش لازمة، وبدأت إنها تقول إنها مسامحة على كل اللي عمله في حقها. وبقول لنا إن كانت إجابة هوجو بكل بساطة بعد ما سمع كلامها إن السماح دوت هو مجرد حجة للضعفاء اللي ما عندهمش القدرة على الانتقام. يا أخي تصدق إنك تستحق اللي بطلنا ناوي يعمله فيك، لأن عمر ما كان السماح عند المقدرة ضعف ولا قلة حيلة، بل إن العفو والسماح عند المقدرة ده أكبر انتقام. والشخص اللي عارف قيمة نفسه وإنه يقضي على اللي قدامه بس يعفى عنه ده أكبر انتقام ومذلة العدو، وبالذات لو واحدة ست ضعيفة ومكسورة زي دي. بس أنت بتكلم مين يابا؟ ده شخص أمر بإعدام ابنه اللي من لحمه ودمه، هيبقى عنده ذرة رحمة لواحدة ست غريبة عنه ضعيفة الدنيا جاية عليها مش جاية ولا يفرق معاه؟ ده شخص ما فيش في قلبه ذرة رحمة. وده نفس الكلام اللي بيقوله بطلنا دلوقتي لأبوه هوجو وبيعيدوا عليه زي ما كان بيقوله في حياته السابقة. فبيبص له هوجو بكل فخر وبيضحك بكل شر وبيقول له احترام القوي لذاته والضعف خطيئة. كويس إن أنت فاهم شعار عائلة باسكرفيل كويس، وبيكون فرحان جدا منه. ما طبعا لازم يبقى فرحان، مش بيعيد عليه نفس كلامه في حياته السابقة بس على لسان بطلنا
وبطلنا بيحاول يرضي ويقرب من أبوه بكل الطرق اللي يعرفها والحاجات اللي هو عارف إنه بيحبها من حياته السابقة، لأنه ماشي على طريقة القضاء على عدوك نهائيا لازم تخليه أقرب ليك من صديقك عشان تبقى عارف كل المعلومات وتحركاته وخطوته الجاية. وبقول له باريمور اطلب من الخدم إنهم يدوا فيكير أي وجبات خفيفة نفسه فيها وكل اللي يتمناه من مخزن الطعام. فبيضحك فيكير طبعا وبقول له شكرا أيها اللورد، وبيسأل بطلنا هوجو على نوع شوكولاتة معين كده وبيقول له وانا ينفع احصل عليه. فبيرد عليه هوجو بيقول له انت تقدر تاخد اللي انت عايزه كله. وطبعا ما بتكونش الفكره ان بطلنا نفسه في الشوكولاته ولا حاجه او بيقول اي كلام جهجهوني كده وخلاص، لا ده في خطه في دماغه وهنعرف بعدين هو محتاج الشوكولاته دي في ايه. ونشوف بطلنا هو خلاص خارج من عند ابوه فبينادى عليه هوجو بيقول له فيكير اتمنى لك التوفيق في الاختبار اللي جاي. وبيكمل وبيقول له ما تتخلاش ابدا عن كونك فرد من عائلتنا. فبيبص له بطلنا بكل اشمئزاز وبيرد عليه هو جزز على سنه وبقول له حسنا ايها اللورد. وده طبعا لانه عارف حقيقة ابوه واللي كان بيعمله فيه لما كان ضعيف وهو بس عايز يكسبه لصفه لغايه ما يوصل لهدفه. وبنكمل حكايتنا وبنشوف بطلنا بعد ما نزل مخزن الطعام للعائله مع رئيس الخدم باليمور وبيساله بطلنا على نوع الشوكولاته اللي كان بيقول عليها وبيطلب منه نوع معين من الكاكاو. وفعلا بنشوف باليمور وهو بيسال الخدم على نوع الكاكاو اللي بطلنا قال عليه ده ويجيبوا لي، وفعلا بيقدروا انهم يجيبوا لي بعد تدوير وتعب طويل جدا. وبنشوف الخادم اللي وراه وهو بيتكلم وبيقول ان السيد اختار اختيار مميز ونادر جدا، لان الحبايه الواحده من الكاكاو ده تكفي لصنع 100 لتر كامل من الشوكولاته. وبنكون لغايه دلوقتي مش فاهمين اللي بطلنا ناوي يعمله بالشوكولاته دي والكميه دي كلها. وبيكلموا بالمر وبيقول له سيدي انت باين عليك بتحب الشوكولاته جدا. وبنشوف ان الخادم بيتكلم بطلنا وبيقول له سيدي انا ممكن اقول لك حبوب الكاكاو ديت للشوكولاته وارسلها الغرفه. فبيرد عليه بطلنا بيقول له لا مفيش داعي. وبنشوف ان باليمور متعجب منه وبيقول في نفسه عنده ذوق فريد جدا. وبنشوف بطلنا وهو بيتكلم نفسه وبيقول ان رغبتي في طلب حبوب الكاكاو المعينه دي النهارده اكيد مش تناولها بل عشان استخدم حبوب الكاكاو الدمويه ديت في يوم اختبار التقييم العملي بعد 5 ايام. وبنكون لغايه دلوقتي ما احناش عارفين ان هو بطلنا ولا حبوب الكاكاو ديت ولا الشوكولاته ديت هتفيده ازاي في اختبار العملي. بس ما تستعجلش يا كبير ادينا معاه وهنعرف كل حاجه. وبنبدا نعرف عن اختبار العمل اللي بيتعمل لاطفال عائله باسكرفيل ده اكتر. وبيقول لنا بطلنا ان عائلتي عائله باسكرفيل بتعرف في العالم باسم عائلة المحاربين الهائجين. أيوة والله زي ما سمعت كده يا صاحبي الهائجين. ودوت لأن عائلة باسكرفيل بيعلموا أطفالهم تعليم مبكر وشامل من صغرهم، ما بيستنوش بقى لما الطفل كده يوصل سن الرشد أو يبلغ أو الكلام ده، لا ده بيقول لنا إن أول ما الأطفال تبدأ تتعلم المشي لازم عليهم إنهم يبدأوا بتسلق المرتفعات شديدة الانحدار. ودوت علشان من الأساسي إن أي طفل في عائلة باسكرفيل يتمتع بالقدرة البدنية القوية والأساس الصلب، بل وإن كمان من جحدهم وإنهم حتى وقت الليل وقت الراحة بيدربوا الأطفال على النوم مع جثث الوحوش الميت، ودوت من أجل التكيف مع البيئة القاسية اللي ممكن يواجهوها بعدين. وبيكمل وبيقول لنا إن الأطفال لما يبقى عندهم خلاص 8 سنين ودوت السن اللي فيه بطلنا دلوقتي بيبدأ التقييم القتالي للأطفال الناشئين عشان ينتقلوا للمرحلة اللي بعدها. ودوت يا كبير اليوم العملي اللي هيختبر فيه بطلنا بعد 5 أيام. وبيقول لنا إن ده كله هو سبب تسمية عائلة باسكرفيل بعائلة المحاربين الهائجين لأنهم بيطلعوا شياطين مش جنود. وبيمر بين الوقت وبنروح ليوم التقييم العملي ونشوف الأطفال كلهم متجمعين عشان الاختبار. بنشوف إن في شخص ظهر قدامهم بيكون هو دوت المدرس المسؤول عن اختبار التقييم، وطبعا بيكون شخص من عائلة باسكرفيل برضه وبيكون اسمه بافيلوف. وبيبدأ بافيلوف يشرح لهم اختبار العمل بالتفصيل وبيقول لهم إن الاختبار بسيط جدا وهو عبارة إنك تفضل حي لمدة شهر كامل في منطقة جبال الأحمر والأسود وديت المنطقة اللي احنا فيها دلوقتي دي. وإن المفروض عليك أيضا طول الشهر دوت تصطاد اللي تقدر تقتله من الوحوش الكبيرة والقوية، لأن نظام التقييم هيبقى على شكل نقاط. فأنت أصلا لو تنتك حي بعد الشهر دوت هيبقى لك 10 نقاط ده من البداية كده. ولو قدرت كمان إنك تصطاد الوحوش نقاطك هتزيد على حسب خطورة الوحش اللي أنت هتصطاده. وآخر حاجة معانا في الاختبار بقول لهم إن الشرط اللي موجود على الياقات هدومكوا ديت اللي هي الزراير اللي على هدومهم دي يا صاحبي بتعتبر نقاط إضافية، وإنك تقدر تسرق الزراير ديت لو أنت عايز من أي واحد زميلك، وهي فرصة تقدر تزود بها نقاطك. بيكمل وسط رعبهم وبقول لهم وطبعا لو متم ساعتها مش هتقدروا تحصلوا على ولا نقطة. يا راجل لا إزاي فكده يعوزوا نقاط وهم ميتين. وبقول لهم إن تدريب البقاء ده كله هيحصل في جبال الأحمر والأسود زي ما احنا عرفنا، بس الجديد بقى ان انتم مسمح لكم بس بالتحرك في المنطقه اللي احنا محددينها لكم ومحدش يجي يمت المنطقه المحظوره، لان المنطقه اللي احنا قلنا لكم عليها ديت يعتبر هزمنا فيها الوحوش القويه
أما المنطقة المحظورة ديت لسه ما اكتشفناهاش. وبيقول لهم إن كل واحد هيبقى وراه جندي من الفرسان الأوصياء، ودوت اللي هيحسب لكم ويجمع لكم النقاط اللي هتقدروا تحصلوا عليها خلال فترة الاختبار. ولو تفتكر يا صاحبي في الجزء الأول لما باليمور كان بيكلم هوجو بيقول له إن الفرسان الأوصياء ذهبوا لقلعة الأطفال عشان يحضروا اختبار العمل، ودلوقتي عرفنا إيه هي فايدته، فهم اللي هيعدوا النقاط لكل واحد فيهم. وأخيرا بنشوف بطلنا في الاختبار وبيكون حواليه مجموعة من الطلاب اللي عمالين يكلموا بعضهم ويقولوا هو ده هو دوت اللي عام في بحر ستيكس الأسطوري لمدة 7 دقايق كاملين. ده في شائعات كمان بتقول إنه قدر يخنق نفعتين سمتين وهو لسه طفل رضيع، وبيكون باين على وشهم علامات التعجب والحقد في نفس الوقت. أمال لو عرفوا إن الكلام ده كله حقيقي مش شائعات هيعملوا إيه؟ وبيكملوا بيقولوا ده كمان حصل على الدرجة الكاملة في الاختبار الكتابي، أما نشوف هيعمل إيه في الاختبار العملي. محدش هيقدر هنا يساعده. وهنا يا إخواتي بنكون فاهمين إن هما فاكرين إن كل اللي بطلنا فيه دوت واسطة ومبيحصلش على الدرجات دي كلها بمجهود. المهم بنسيبنا من الكلام ده كله وبينتقل بينا المشهد على بطلنا وهو بيقول الجبال الأحمر والأسود ده عدى وقت طويل جدا على آخر مرة كنت فيها هنا. وبنلاحظ وهو بيتكلم الإخوة التلاتة اللي كان بطلنا دقهم في الجزء الأول وهم بيحاولوا يتجنبوه بعد اللي عملوا فيهم. وبنشوف الأستاذ بافيلوف هو ماسك جرس في إيده وبيقول إنه بعد ما رن الجرس دوت الاختبار هيبدأ. وفعلا بيرن الجرس اللي في إيده وبنشوف إن الأطفال كلهم اختفوا من قدامه واتحركوا وسط الغابة عشان يقدروا يجمعوا أكبر عدد ممكن من النقاط. وبنشوف فعلا إن الأطفال كلهم بدأوا يتحركوا واللي فيهم بيقول أنا لازم أوصل الأول عشان أقدر ألاقي منطقة مفيدة وحوش كتيرة ولكن ضعيفة وأحصل على أكبر عدد ممكن من النقاط. وفي أشخاص تانيين بيتحركوا ورا بعض الأشخاص وبيقولوا إن أفضل طريقة للبقاء أحياء إننا نتبع أحد ويخلص على أكبر عدد من الوحوش وننتهز الفرصة المناسبة ونسرق كل النقاط دي منه. وكمان بنشوف الإخوة التلاتة وهم قاعدين يتضربوا مع بعض وهم بيجروا وكل واحد عايز يمشي من اتجاه مختلف، وده طبعا بعد الفتنة اللي نشرها ما بينهم بطلنا. ولسه لغاية دلوقتي هم مش على وفاق مع بعض. وبنرجع للأستاذ بافيلوف وهو بيقول الاختبار بدأ بالفعل وهم بعتلنا في الاختبار دوت إن كل طفل لا يوصى بقتل خصومهم أو أعدائهم في الاختبار، بس بيقول إن معنى الكلام دوت إن القتل مش محظور بس اتوصى بعدم حدوثه بس. وبيقول لنا إن إحنا عشان نحصل على أقل عدد من الخسائر من الأطفال ففي قانون محطوط إن لو حد قتل شخص تاني هيتخصم منه نقاط. عشان كده الأطفال هيحاولوا على قد ما يقدروا ما يقتلوش بعضهم لأن أهم حاجة دلوقتي هي النقاط. كمان وجود الفرسان الأوصياء هيفيدنا في الموضوع ده جدا للحرص على أقل عدد ممكن من الضحايا. وبينتقل بينا المشهد لداخل الاختبار وبنشوف أحد الفرسان الأوصياء وهو بيتابع بطلنا وبيكون مكلف بإنه يراقبه. وبنشوفه هو بيراقبه وبيقول والسيد فيكر ناوي يروح على فين. وخلينا نشوف مهاراته أو ده النابغة اللي تميز عن كل إخوته وأطفال باسكرفيل منذ طفولته. ونشوف بطلنا وصل لمنطقة معينة وبيقول إن المنطقة دي نعم عشان كده هتنفع. وبيكمل وبيقول خلي الواحد بقى يبدأ يسترخي ويستمتع وبيتمتع كمان، وده طبعا بيخلي الفارس اللي بيراقبه مستغرب وبيقول يسترخي ويستمتع هو ده وقته. وفعلا بنشوف بطلنا عمال يلم حطب عشان يشعل بها النار وكمان بيبني بها كوخ ومروق على نفسه على الآخر وراقد تحته وسايبه من الاختبار واللي بيحصل فيه. وعلى الناحية التانية بنشوف إن كل أطفال العائلة اللي عمالين منهم يتضربوا مع بعض واللي بيقاتل الوحوش وكله متهان حرفيا. وبنشوف الفارس اللي بيراقب بطلنا وهو بيقول إن مرت أيام عديدة والولد دوت على حاله من ساعة ما جه فاكر نفسه في أجازة مش في اختبار. وبخلاف البحث عن الطعام والحطب فهو بيتحركش من مكان وشكله ناوي يقضي الوقت كله مختبئ ولا ايه. وبنشوفه هو ملان كده وبيقول نبغى يبقى أكيد كل اللي كان بيتقال ده مجرد إشاعات وشكله هيتني مختبئ كده وخلاص. عشان كده مفيش داعي للمراقبة فأنا هضيع وقت بالأونط. وبيتحرك فعلا من المكان دوت وبيسيب بطننا. أول ما بيمشي بنشوف بطننا وبنعرف إنه كان ملاحظ وجوده من الأول وبيقول أخيرا رحل. ده شكل بطننا ناوي على نية سودا. وبيقول ده الواحد كان فاكر إنه هيتنيه ورايا للأبد. وبنشوفه بيبص للأكل اللي عمال يشوفه بيقول
إن الشواء ده بيفكرني بأيامي في حياة السبق، وبيفتكر بطلنا وهو قاعد مع أحد الجنود ليه في الغابة، وبيتكلم الجند ده وبيقول له: سيدي، تعرف إن حبوب الشوكولاتة أفضل طريقة لهزيمة الوحوش من نوع كلاب الصيد، وخاصة حبوب الشوكولاتة من نوع الكاكاو الدموي. مش بقولك بطلنا كان عنده خطة، بس برضه ما احناش عارفين الشوكولاتة ديت بتقضي على الوحوش ازاي. هنعرف، ما تقلقش. وبنرجع لبطلنا وهو بيقول: حسنا، دلوقتي اختفى العائق اللي كان مخليني ما اتحركش، وعرفت اجهز كل حاجة انا محتاجها. خلينا نبتدي الصيد. وبنشوف ان بطلنا بدأ انه يتحرك، وبيوصل عند سلك معين كده، وبيبقى محطوط عليه يافطة مكتوب عليها ممنوع الدخول، وبنعرف ان ديت المنطقة المحظورة. وطبعا بطلنا ما بيهموش الكلام ده كله، وبيبدأ انه يتجه ليها، وبيقول ان المنطقة ديت لم يتم اكتشافها بعد، وكانوا بيستعملونا زمان عشان نكتشفها، او بالاحرى كانوا بيستخدمونا كطعم، فلو قضينا على الوحوش كان به، انما لو متنا مش هيخسروا كتير برضه. وبيبدأ انه يتجول في المكان، وباين عليه انه بيدور على حاجة معينة. وبنشوف ان بطلنا بيقف مرة واحدة وبيقول: اخيرا لقيتك. طالما الفضلات اللي بتحترق دي موجودة هنا، يا اخي الله يقرفك، يبقى اكيد هو قريب. وفعلا بنسمع صوت غرغرة ووحش من وراه، وبنشوف الوحش ظهر قدام بطلنا، وبيتكلم بطلنا وبيقول: ياه، عدى وقت كبير على رؤيتك يا كلب الجحيم. بنشوف كلب الجحيم دوت، وبنعرف ان خطورته من المستوى بيه، وطوله بس حوالي 3 متر. وبنعرف انه كان بيتغذى على نيران وجمر الجحيم. وبيقول لنا بطلنا ان انا في حياتي السابقة ما قدرتش اصطاد وحش زيه الا بعد ما تميت 18 سنة. وطبعا اصطياد طفل يبلغ من العمر 8 سنين لوحش زيه امر مستحيل. بس دوت لو كان الطفل دوت ما يعرفش ازاي يتعامل مع كلاب الجحيم. وبنشوف ان كلب الجحيم ما بيستناش، وبيهجم على بطلنا بكل قوة، بس بيتفادى بطلنا بكل سهولة، وهو بيقول ان ديت اول نقطة ضعف فيه، ان هو ما بيقدرش يتحرك غير في خط مستقيم بس. وبيقول بطلنا على الرغم من كده ان هو بيقدر يتكيف مع التغيرات المفاجئة في الحركة لخصمه بكل سهولة. وده فعلا اللي بنشوفه من كلب الجحيم، لانه بيفرمل مرة واحدة وبيتضاير بكل سهولة، وبيبص على بطلنا وهو متعصب جدا وشاط ويهجم عليه مرة تانية. وبنشوف ان بطلنا طلع ازازة كده من ايده وبيقول: انما بقى نقطة ضعفه التانية انه ما يقدرش يعبر فوق المية، حتى لو كانت مجرد قطرات صغيرة مرمية على الأرض. وبطلنا ما بيستناش فعلا، ويبدأ بطلنا إنه يفضي إزازة الماء اللي في إيده على الأرض. وفعلا بطلنا ما كدبش لما قال إن أنا مجهز كل أدواتي وعندي خطة محكمة. وبرضه كلب الجحيم ما بيستسلمش، وبيبدأ إنه يلف حوالين المايه ديت عشان يحاول إنه يهجم على بطلنا. بس بيقول لنا بطلنا إن على الرغم من كده إن حبة الماء الصغيرين دول هيبطئوا حركته بشكل كبير على ما يلف الحبة دول. بس أنت بتقول إيه يابا؟ حبة مية إيه بس وكلام فاضي إيه؟ كلب الجحيم مش فارق معاه لعب العيال ده كله. وبنشوف انه فعلا وصل عند بطلنا وخلاص فتح فمه وبينقض عليه عشان يقضي عليه. بس بنشوف بطلنا واقف بكل ثبات وبيقول: هي دي الفرصة اللي انا كنت مستنيها. وبيحدف حاجة بايده كده جوه بق كلب الجحيم وبيتفادى ضربته. وبنشوفه بعد ما اتفادى ضربته بيبدأ كلب الجحيم مرة واحدة انه يحس بألم شديد وبيقع مهزوم على الأرض. بنشوف بطلنا وهو بيضحك وماسك الحاجة اللي رماها دي في ايده، وبيقول فعلا الكلام اللي كان الجندي ده بيقوله له صح، إن الشوكولاتة الدموية سم قوي للوحوش من النوع الكلاب وبيقضي عليهم مرة واحدة. أخيرا عرفنا إيه فايدة الشوكولاتة دي لبطننا. وما تنساش يا صاحبي إن الحباية الواحدة من الكمية الكبيرة اللي خدها بطننا من بلامور ديت قادرة إنها تعمل 100 لتر كامل من الشوكولاتة. فبالك بقى يقدر يخلص على عدد كلاب جحيم قد إيه. فعلا بطننا كان مخطط لهم ده صح. وبنشوف بطننا وهو بيسحب سيفه بكل شر وبيقول: يبدو فعلا إن كلاب الجحيم ما تقدرش تتغلب على حباية شوكولاتة. وبنشوف بطلنا وهو بيغرس سيفه في جثة الكلب الجحيم اللي قدامه، وهو بيقول إن المعدة والقلب الأضلاع الصلبة بتحميه، وإن أفضل مكان عشان أستمد منه طاقة الكلب الجحيم اللي قدامي وأزود بيها هالة سيفي. ولو تفتكر يا كبير إن أنا فهمتك إيه هي مراحل السيوف القوية في الجزء الأول، وديت هي الطريقة عشان بطلنا يقدر بقى يزود هالة وقوة سيفه. وفعلا بطلنا ما بيستناش وبيبدأ إنه يسحب طاقة وهالة كلب الجحيم لسيفه، وبيبدأ إنه يقول إن اصطيادي للشياطين لمدة 10 سنين كاملين خلى الخبرة تتراكم في جسدي وعلمني إزاي أتعامل مع وحوش زي دي. بنشوف بطلنا وهو فرحان وعمال يجرب قوة سيفه الجديدة وبيقول: أنا حاسس إن سيفي دلوقتي بقى أخف وزن من الأول، وعلى المعدل ده
هقدر أوصل لقوتي الكاملة اللي كنت حققتها في حياتي السابقة كلها، ودوت بس قبل ما أبلغ سن الرشد. مبالغ بقى يا زميلي بالقوة اللي هيبلغها بعد سن الرشد كمان. وبنشوفه وهو بيبص لقصة الوحش وبيقول: أنا نفسي أشوف تعبير وش هوجو لما يعرف إن طفل عنده 8 سنين بس قدر إنه يهزم وحش من الدرجة دي لوحده. وبالطريقة ديت هقدر أحصل على المركز الأول في الاختبار بكل سهولة. وبقول لنا إن الكلام ده كله مش فارق معايا، بس أنا لازم أحصل على جائزة المركز الأول. وبقول لنا إنها جايزة ضخمة جدا وهتفيدني أوي، وأنا في حياتي السابقة مكانش عمري أحلم إن أنا أحصل عليها حتى. وبقول إن دلوقتي مفيش حد في العصر دوت لسه عارف قيمتها الحقيقية، عشان كده أنا اللي هحصل عليها وهحتكرها لنفسي. وبكل لسه يبدأ إنه يقطع راس كلب الجحيم عشان ياخدها معاه. في تقييم الاختبار بنشوف إن في كلب جحيم تاني بدأ إنه يتحرك من وراه، فبيلاحظوا بطلنا وبيبص وراه، فبيتفاجئ بقطيع كامل من كلاب الجحيم. فبيبص بطلنا على الجثة اللي قدامه وبيقول: ده شكلهم سمعوا صوت صراخك الأخير قبل ما تموت، وباين عليهم كمان جايين للانتقام. ما تقلقش ما تقلقش، هبعتهم ليك في أقرب وقت. ومن جحود بطلنا كمان إنه بيقطع رقبة الجثة اللي قدامه، قال يعني بيعلن عليهم الحرب وكده ومش همه. وبيمسك راس كلب الجحيم في ايده وبيقول لهم: أنا كده كده مكنتش ناوي إن أصطاد واحد بس، تعالولي. بس بنلاحظ إن في هالة مرعبة ظهرت ورا بطلنا لدرجة إن كلاب الجحيم اللي قدامه ماتت من الرعب. فبيستعجب بطلنا من تعبير وشوشهم وبقول لهم: إيه ده؟ كل الخوف اللي انتوا فيه ده من طفل عنده 8 سنين بس؟ أيوة يا حبيبي، ما انت مش شايف اللي وراه. وبيتكلم بعجب وبيقول: بس ده مستحيل، اللي معروف عن كلاب الجحيم إنها بتفضل الموت عن الاستسلام. وأخيرا بيقرر بطلنا إنه يبص وراه، وبيتفاجئ بوحش ب3 رؤوس قدامه، وبنعرف إن دوت الوحش سيربروس العظيم. وبنشوف بطلنا ظهر عليه الخوف والقلق وبيقول: سيربروس ده وحش خطير جدا من الدرجة ايه، بس ازاي قدر وحش من المستوى السابع زي ده انه يوصل للمنطقة اللي بتعيش فيها الوحوش اللي من المستوى الأول الضعيفة؟ بس بيقول بطلنا: هو ايه ده، هو بينزف ولا ايه؟ وبنلاحظ فعلا ان في أسهم في جسم الوحش سيربروس وجسمه كله عمال ينزف. وبيقول بطلنا: هو كان بيتقاتل مع حد ولا ايه؟ وبيكمل وبيقول بالتفكير في الأمر إنه عشان يوصل من منطقته لهنا أكيد مر من الجبال، وأكيد إن في قبيلة من القبائل البربرية اللي بتعيش هناك هجمته وحاولت إنها تقضي عليه. واللي خلاه يوصل لحد هنا إنه كان بيحاول إنه يهرب منه، بس بيفرح شوية كده وبيقول إن دي فرصة بالنسبة لي، وحش من التصنيف إيه وكمان عنده إصابات خطيرة زي ديت، ده أنا هحصل على ملايين من النقاط لو قدرت أقضي عليه. بس ده أنت شغلك بتحلم يابا، ده أنت هتشوف الويل. وبنعرف إن السيب بطلنا دلوقتي في المستوى التاني وخلاص قرب على التالت في السيب بتاعه، وبيكون المستوى دوت لا ضعيف ولا قوي أوي. وبيرفع بطن سيفه وبيستعد للقتال وبيقول إن ديت فرصة بالنسبة لي، وأكيد كلاب الصيد مش هتجرؤ إنها تتدخل في قتال زي ده، وهتخاف إنها تتقتل من الوحش دوت أصلا، عشان كده مش هكون مشتت عنه. بنشوف بطلنا وهو بينطلق بكل قوته على الوحش سيربروس الأسطوري وبيحاول إنه يقضي عليه. يا أخي أنت أمير أوي. وبينزل فعلا بسيفه على راس الوحش، بس الوحش ما بيتأثرش وبيهجم عليه بأحد رؤوسه وبيعضه من الدراع، بس بيتفادى بطلنا هجمته في ثانية وبيلوح بسيفه، فبيتراجع الوحش لورا. وبنشوف إن الثقة زادت شوية عند بطلنا وبيقول: أنا أقدر أهزمه بالجرح ديت، أقدر إن أنا أقضي عليه كمان. وبنفهم إن بطلنا قدر إنه يجرح وحش قوي زي دوت في المستوى إيه برغم قوة سيفه الضعيفة لسه، وده بسبب خبرته في استخدام السيوف في حياته السابقة. بس كل دوت ولا حاجة لأنه ما عملش غير خدش بسيط بس في سيربروس برغم إنه مصاب حتى. بس بيتفاجئ بطلنا وإحنا كمان بنتفاجئ لأن سيفه بيتكسر ويتفتت مرة واحدة، وده بسبب الهجمة اللي هجم على سيربروس. وكان عنده ثقة إنه يهزمه. أنت شغلك هتموت النهاردة يا فكير. والوحش ما بيستناش وبنشوفه وهو بيهجم هجمة مباشرة قوية جدا على بطلنا وبيطيره بعيد، وبيلزق بطلنا في شجرة من اللي وراه، ونشوف إنه اتصاب إصابة قوية جدا لدرجة إنه بدأ ينزف دماء من بقه. لا وكمان بطلنا بيقع على الأرض مغمى عليه. والله زي ما سمعتوا كده كل ده حصل لبطلنا إن هجمة واحدة بس من الوحش سيربروس الأسطوري. بس ما تنسوش إنه بيقاتل وحش من الرتبة إيه اللي بتعتبر خطورته عالية جدا، وبطلنا قال لنا إنه في حياته السابقة كان علشان يقدر إنه يهزم كلب الجحيم اللي رتبته بي كان بعد بلوغه سن الرشد.
يعني بعد 18 سنة تقريبا. ما بالك بقى وحش قوي زي ده من الرتبة ايه، وما بالغ قوة بطننا، فهو لسه طفل عنده 8 سنين بس. وبنعرف ان السيربروس ده وحش مستوى خطورته ايه، وحجمه 7 متر، يعني ضعف حجم كلب الجحيم. والمفروض موقعه جبال هوكسان، مش جبال الأحمر والأسود خالص. بس احنا عرفنا خلاص هو وصل لحد هنا ازاي. لما بطلنا كان في اختبار العملي، وكان بدأ انه يخلص على كلاب الجحيم زي ما كان مخطط، وفعلا قدر انه يعمل كده باستخدام حبوب الشوكولاتة اللي استخلصه من الكاكاو الدموي اللي كان خده كمكافأة من أبوه بعد ما عرف انه طلع الأول في الاختبار الكتابي. وكمان أعجب برده عليه في مسألة قتاله مع اخواته. بس تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن يا كبير، لأنه كان من حظ بطلنا السيء جدا إنه في اختبار العملي ده هو خلاص كان فرحان إنه خلص على كلب من كلاب الجحيم دول، وكان بيستعد إنه يقتل عدد أكبر منهم عشان يحصل على أكبر عدد من النقاط، عشان يحصل على المركز الأول في اختبار العملي، ويقدر إنه ياخد ويطلب من أبوه الجايزة والمكافأة اللي عينه عليها، واللي بنكون لغاية دلوقتي ما احناش عارفين إيه هي. بس في وسط كل ده كان من حظ بطلنا السيء، لا السيء جدا كمان، إن هو بالوحش من المستوى إيه اللي بيعتبر من أقوى المستويات، وهو الوحش سيربروس الأسطوري. وشوفنا إزاي في الجزء اللي فات إن بطلنا دخل معاه في قتال شرس جدا، لا وكمان اكتسب بعض الشجاعة شوية لما شاف إن الوحش دوت كان متعرض لبعض الإصابات اللي قدرت القبائل البربرية إنها تصيبها له عشان تخلص عليه، والوحش في طريقه لهنا. بس برضه الوحش قدر إنه يهرب منهم، وصل لحد بطلنا. وجود الإصابات دي ادى الثقة شوية لبطلنا، وفهم إنه يقدر بقوته الحالية إنه يخلص عليه، وده طبعا بسبب الإصابات اللي متعرض لها الوحش. بس شفنا إن كل الثقة اللي كانت عند بطلنا دي راحت على الفاضي لما لقى السيف بتاعه، وبرغم قوة السيف بتاعته اللي وصل لها اتدشدش واتكسر لما بس حاول إنه يهجم على الوحش سيربروس ده. لقوا كمان إنه بهجمة واحدة الوحش سيربروس ده قدر إنه يطيره لآخر الدنيا ويلزقه في الشجرة اللي وراه، ووقع على الأرض. ولحد هنا كان خلص آخر جزء من حكايته. وبنشوف بطلنا بعد ما تلقى الهجمة القوية ديت فقد وعيه اللحظات، بس بيقدر إنه يستعيد وعيه تاني، وبيقول في نفسه أنا مش مصدق إن أنا قدرت أفوق بعد الهجوم القوي ده. بس مرة واحدة بيحس بألم شديد في دراعه الشمال، وبيبص على دراعه بيلاقي إن إيده اتمزقت واتدشملت حرفيا، وبيكون مش قادر إنه يحركها. وبيقول في نفسه بغض النظر عن مدى الإصابات اللي متعرض لها سيربروس، إن هجمة زي دي كانت كفيلة إنها تموتني وتقضي عليا نهائيا، ولولا صلابة جسمي اللي اكتسبتها من العوم في نهر ستيكس الأسطوري كان زماني ميت دلوقتي. بس بيقطع حبل أفكاره ده هجوم الوحش سيربروس عليه بهجمة قوية جدا، بس بيقدر بطلنا في آخر لحظة إنه يتفاداها، وبيخبط سيربروس في الشجرة اللي كانت ورا بطلنا وبيدمرها. وبيقول بطلنا في نفسه وهو باين عليه القلق إن قوتي دلوقتي مش هتساعدني إن أنا أهزمه. عشان كده الصياد المحترف في موقف زي ده لازم يستخدم دماغه وذكائه. وبيبص له سيربروس عشان يهجم عليه مرة تانية وبيستعد، بس بطلنا ما بيستناش وبياخد ديله في اسنانه، وبيقول الجري نص الجدعنة وبيطير من قدامه. بس طبعا الوحش سيربروس ما بيسيبوش وبيكمل الهجوم عليه وبيجري وراه. وبيقول بطلنا لولا الإصابات اللي في جنبه كان زمانه قبض عليا دلوقتي ومزقنا حرفيا، فشكرا أيها البربريو، لولاكم كان زماني ميت دلوقتي. يا عم خليك في اللي انت فيه، شكرا ايه بس انت هتتمرجح حال. ونشوف بطلنا السلك قدامه اللي كان محاوط المنطقة المحظورة، وبيقول لو انا قدرت اخرج من هنا هقدر ان انا انفذ خطتي عليه. وفعلا ما بيستناش وبينط من فوق السور وبيكمل جري، وسيربروس لسه وراه وبيدمر السور اللي في وشه وبيكمل جري وراه. وبنشوف بطلنا بيجري بكل سرعته وبيقول هو فين انا متاكد ان انا كنت سايبه هنا. وبيبص قدامه على حاجه معينه وبيقول اخيرا وجدته، وبيكمل جري بكل سرعته في اتجاه الحاجه اللي شافها، وبيقول خلاص قربت اوصل، ما بقاش الا حاجه بسيطه قوي. بس بيكون الوحش سيربروس وراه بالمرصاد، وبيكون على بعد خطوه من انه يقضي عليه. بس مره واحده بينط بطلنا وبتشقلب بحركه بهلوانيه كده وبيتفادى حاجه معينه قدامه، وكان خلاص الوحش سيربروس على وشك انه ياكل دماغه. بس بيتفاجئ الوحش انه داس على فخ معين، ومره واحده بيصرخ من الالم وبيقع بطلنا على الارض، وبيقول له اهلا بك في فخ مهد السكاكين. وبنشوف الوحش سيربروس وهو متدشمل حرفيا وبيصرخ من كتر الالم بسبب كميه السكاكين اللي عماله تخرج من تحت الارض وعماله تخرم في جسمه كله. وبيقول بطلنا انا كنت عامل الفخ دوت للتعامل مع كلاب الجحيم لما يكتر عددهم عليا، لان انا كنت عارف ان مهما كنت قوي فجسمي لسه ضعيف وصغير كده وما وصلتش للقوه المطلوبه. بس مش هتفرق كتير، كلاب الجحيم من السيربروس يعتبروا حاجه واحده، ما يفرقوش عن بعض كتير. وبنعرف ان بطلنا كان عامل فخ لكلاب الجحيم، وكان عباره عن سكاكين تحت الارض وحاطط عليها شوكولاته دمويه
وفعلا بنشوف إن الوحش سيربروس اتأثر بالسيوف دي وبدأت إنها تسممه زي كلاب الجحيم بالظبط. بس بنتفاجئ كلنا إنها قدرت تقضي على راسين بس من الوحش ولسه في راس موجودة. بس بنشوف بطلنا إنه مش همه وبيقول كده ما عادش قدامي إلا الحل النهائي، وكان ده كله متوقع من وحش قوي زي ده. وبنشوفه مسك رمح في إيده وأطلقه على الوحش بكل قوته، وبنشوف إن الرمح فعلا قدر يسيب الوحش. وبدأ الوحش سيربروس إنه يصرخ من كتر الألم، بس برضه ما وقعش وفضل مكمل طريقه عشان يقضي على بطلنا. بس بنشوف بطلنا واقف قدامه بكل ثقة وعمال يعد. بتعد ايه يا ابني؟ هو ده وقته؟ ويقول 1 2 3، والوحش برضه مكمل ناحيته وناوي انه يخلص عليه. بس بطلنا بيكمل عد 4 لحد ما بيوصل رقم 7، وخلاص بيكون الوحش سيربروس قدامه. بس فجأة مرة واحدة بدون سابق انذار بيقع الوحش قدام بطلنا من غير ما يلمسه، او منكونش عارفين ايه اللي حصل. بس بنشوف بطلنا بيقول 7 خطوات بالظبط. فعلا الإشاعة كانت صحيحة، وبقول لنا بطلنا إن دوت مش زي أي رمح عادي. ده كان سن عبارة عن سن من سنون الأفعتين السامتين اللي كانوا حاولوا يخلصوا عليه وأنا صغير، وحد كان بيحاول إنه يختن. وكويس إن أنا خبيتهم وهو طفل رضيع لو تفتكر. وفعلا بطلنا كان مخطط ومجهز لكل حاجة. وبنشوف بطلنا بيقول أخيرا ال3 رؤوس خلاص ماتوا، وكده قدرت إن أنا أقضي عليه. وبيكون حواليه الهالة بتاع الوحش سيربروس العظيم. وبقول بطلنا أنا مش عارف دلوقتي أفسر إزاي إن أنا قدرت أقضي على وحش قوي زي ده لوحدي. بس بيكمل وبيقول أكيد الفارس الحارس اللي كان بيراقبني هو اللي هيثبت ده، لأنه شافني وأنا عمال أشحذ وأصنع الرمح دوت وأنا قاعد عند كومة النار. القطار بطلنا لما كان بيقول أنا قاعد وبستمتع بوقتي ما كانش بيستمتع ولا حاجة، بل كان عمال يصنع في الرمح دوت وعمال يجهز في الأفخاخ دي كلها، وكان مرتب لكل حاجة. وبيكمل وبيقول لنا إنه دلوقتي في حاجة أخيرة لازم إن أنا أعملها. بعرفنا وبيقول لنا إن وحش السيربروس ده يعتبر وحش من أنواع حارسين البوابات، وعادة بيكون واقف كحارس على بوابة معينة وبيدافع عن أرض. وبيقول أكيد في زنزانة أو مغارة هنا، مكان محدش اكتشفه لحد دلوقتي ومليء بالكنوز والشياطين القوية، وهو ده اللي سيربروس كان بيحاول إنه يحميه. ومع موت حارس البوابة اللي هو سيربروس، فالزنزانة دلوقتي تعتبر إنها فارغة ومن غير أي حراسة خالص. وبيبدأ بطلنا إنه يستعد، وبيقول كويس إن التربة هنا جافة ودوت عشان أقدر أتتبع أثر أقدامه. وفعلا ده اللي بيعمله، وبيتتبع أثر أقدام الوحش سيربروس وبيبدأ إنه يدور على المغارة دي. وفعلا بيقدر بطلنا إنه يلاقيها وبيوصل لها وبيقول أكيد هي دي المغارة اللي كان سيربروس كان بيحرسها، وأكيد وحش قوي زي ده بيحرس حاجة ثمينة جوه. وبيبدأ بطلنا إنه مضيعش وقت وبيدخل جواه وبيقول أنا فاكر إن أنا جيت هنا في حياتي السابقة، وكانوا اكتشفوا المكان دوت بس بعد 10 سنين من دلوقتي، ولما لقوه كان فارغ ومفيهوش أي حاجة. بس بيقول أكيد دلوقتي كل كنوزه موجودة جوه، وخلينا نعرف اللي كان الوحش القوي دوت بيحرسه. ويبدأ بطلنا إنه يدخل جوه ويتعمق جوه وبيقول أنا شم ريحة منفس إيدي أقرب لرائحة جثة. وبيكمل في طريقه وبيقول المكان أعمق مما توقعت. وبيلاحظ إن في الجدران بدأ إنه يظهر أنوار حمر شكلها غريب، وبيتفاجئ أكتر إنه بيلاقي في آخر المغارة اللي هو فيها ضوء قوي، وبيستعجب وبيبدأ إنه يتجه ناحيته، وبيلاقي إن مصدر الضوء القوي ده ياقوتة حالتها قوية جدا. ويبدأ إنه يقرب منها، بس بيتفاجئ إن ورا الياقوتة ديت جثة، ومن شكلها بيعرف إن مر على وجودها هنا سنين كتيرة جدا، وده لأنها متحللة بالكامل. بس بيتفاجئ أكتر لأنه بيلاقي ورقة موجودة جنبها، وبيبدأ بطلنا إنه يوطي ويشيل الورقة دي عشان يقرأها، وبيلاحظ إن الجثة اللي قدامه ديت ميتة بطعنة سيف. ويبدأ بطلنا إنه يقرأ الورقة اللي لقاها ديت، وبيكون الشخص اللي كاتبها مستعر أصلا إنه يكتب اسمه، وبيقول إن أنا هدنس ورقة نضيفة زي ديت بكتابة اسم عليها، وشكله ندمان على حاجة عملها لدرجة إنه مستعر يكتب اسمه. وبيقول إن القصة ديت تم تسليمها من جيل لجيل عبر عائلة باسكرفيل. فبيستعجب بطلنا إن عائلة باسكرفيل مذكورة في الموضوع. وبيكمل الشخص اللي كاتب الرسالة وبيقول أنا سبت الرسالة دي موجودة هنا عشان أوعي الشخص اللي هيقرأها وأي حد يجي من بعدي وما يرتكبش نفس الخطأ اللي أنا عملته. هي يا ابني عملت إيه ده كله؟ وبيكمل وبيقول إن كان في أسطورة في عائلتنا عائلة باسكرفيل عن وجود زنزانة قوية جدا، واللي هي الزنزانة دي وأنا وأخي كنا في مهمة معينة وصادفنا هذا المكان. فلما شفنا الياقوتة عرفنا إن هي ديت المغارة اللي كانت بتتكلم عنها الأسطورة. وبقول إن إحنا اتغلبنا على صعاب كتيرة جدا وقاتلنا عدد مهول من الشياطين عشان نوصل للغرفة دي.
وبيقول بس لما وصلنا هنا كان موجود مهمة أخيرة المفروض نتمها عشان نخلص اللي كنا جايين نعمله. وبيقول إن إحنا بس قعدنا نفكر في المهمة ديت وكيفية التصرف في حلها لمدة 3 سنين كاملين. وبيستعجب بطلنا من الرقم وبيقول قعدوا يخططوا للمهمة 3 سنين للدرجة دي، كانوا عايزين الكنز ده بشدة، ولغاية دلوقتي ما نعرفش الكنز اللي كان الأخوان دول عايزينه واللي الأسرة كانت بتحدث عنه. بس بيقول بطلنا أكيد المهمة اللي اتكلفوا بيها ديت موجودة في مكان هنا في الغرفة دي. وبيبدأ بطلنا إنه يدور وفعلا بيلاقي المهمة مكتوبة على العمود أو النصب اللي موجودة فوق الياقوتة. وبيبدأ إنه يقرأ محتويات المهمة، وبيبقى مكتوب في المهمة ديت عندما يدخل واحد لابد أن يخرج واحد، وعندما يدخل اثنان يخرج واحد أيضا. وبيكمل الشخص اللي كان كاتب الرسالة وبيقول لنا إن أنا وأخويا قعدنا نتأمل في السؤال دوت والعبارة ديت لفترة طويلة جدا لغاية أما وصلنا لإجابة واحدة وحل ما كناش نتمنى إننا نوصل له. وبقول إن أنا وأخويا أصلا كنا في رحم أمنا توأم، وكنا بنعتبر كواحد، وكنا في كيس واحد، بس لما خرجنا للعالم خرجنا كتوأم كإثنان. عشان كده معنى العبارة إن اتنين دخلوا فواحد فينا بس هو المفروض إنه يخرج ونرجع كواحد تاني. هي ابن الهبل اللي انتوا بتقولوا ده. عشان كده هما الاتنين بيقرروا إنهم يقاتلوا بعض، واحد فيهم بس هو اللي يقدر ياخد الحاجة اللي هما جايين ياخدوها ويخرج من هنا. وفعلا بيفضلوا المعركة، واحد من الأخوين بيقدر إنه يموت أخوه التاني، وبتكون هي ديت الجثة اللي موجودة قدام بطننا. والشخص اللي عاش هو اللي كاتب الرسالة وبيقول إن أنا الأمر انتهى بيا إني قتلت أخويا بعد معركة شرسة جدا، وأنا الوحيد اللي بقيت في الغرفة الحجرية. بس حسيت بالندم والصدمة لأن بعد ده كله وبالرغم من اللي أنا عملته إن الغرفة ما اتغيرش فيها أي حاجة وما حصلش أي تغيير، وبرضه ما حصلناش على اللي إحنا خدناه. يا ابن الغبية، يعني قتلت أخوك اللي من لحمك ودمك عشان غرض في الآخر أنت كمان معرفتش تاخده؟ والله تستاهل يا ابني. بتضحي بأخوك اللي من لحمك ودمك عشان حاجة أنت عايزها؟ والله لو كنوز الدنيا كلها. واللي يضحكك إن أنت في الآخر برضه ما خدتش اللي أنت عايزه، بس والله ده اللي تستاهله. لأن يا ابني الأخ مش مجرد سند، الأخ هو لو الدنيا كلها خذلتك هو اللي عمره ما يسيبك، بس بيموت من الحسرة والندم لما بيلاقي إن الغرفة اللي فيها مفيش حاجة فيها اتغيرت. بعد ما استوعب جثة أخوه قدامه جاي تندم بعدها يا حبيبي، ما خلاص. وكمان خرج من المغارة وهو ما حصلش على أي حاجة، بل شايل ذنب موت أخوه على كتافه. وده طبعا بعد ما كتب الرسالة ديت وسابها جنب جثته. وبيكون كاتب في نهاية الرسالة يا اللي هتلاقي الرسالة ديت آخر نصيحة أقدر إن أنا أديها لك، اخرج من هنا على الفور، لأن مهما عملت مش هتقدر تحصل على حاجة من المغارة اللي بتسخر من الناس دي. وبنرجع لبطلنا وبيقول يعني نهاية الحوار الحمضان ده إن أنت جيت أنت وأخوك هنا عشان تحصلوا على حاجة مهمة جدا لدرجة إنها خلتك زي الغبي قتلت أخوك علشانها، مع إن مفيش حاجة تستاهل كده، وفي الآخر ما قدرتش تحصل على أي حاجة. وبيقول طالما محتويات المغارة ديت كانت مهمة بالنسبة للتوأم دول أوي كده، فأكيد هي هتبقى مهمة بالنسبة لي. وبيقول إن أكيد اللي خلاهم معرفوش ياخدوا محتويات المغارة ديت إنهم أساءوا تفسير النص وما قدروش يحلوا اللغز بشكل صحيح. وبيحاول إنه يحل اللغز ده تاني ويبدأ إنه يقرأ فيه واحدة واحدة، وبيقول في نفسه فكر فكر، مهما كان مفيش مغارة محدش يقدر إنه يحلها وكله له حل. وبيبص في المغارة حواليه عشان يفهم اللغز، فبيلاحظ حاجة معينة في الجثة اللي مرمية قدامه وبيقول يبقى الأمر كده بقى. وبيبان عليه إنه اكتشف حل اللغز ده. وبيكمل وبيقول لنا إن الإخوة التوأم دول كانوا أغبياء جدا وكمان حظهم سيء، وكانوا بيفكروا بصورة نمطية مع إنك كان لازم تفكر بره الصندوق. ويبدأ إنه يقرب من الياقوتة اللي موجودة في نص الغرفة وبيفهمنا حل اللغز. بوب بيقول لنا إن الفرق ما بين الغرفة اللي أنا فيها دلوقتي ديت والنفق اللي أنا كنت ماشي فيه عشان أوصل لهنا إن النفق كله مظلم، أما الغرفة ديت مضيئة بسبب الياقوتة اللي في النص. ما تفهمنا يا عم عايز توصل لإيه؟ بيقول لنا يا صاحبي إنك في النفق المظلم ما بيبقاش لك ظل، فبتعتبر شخص واحد داخل المغارة، أما أول ما بتوصل الغرفة المضيئة ديت بسبب الحجر الياقوت بتعتبر شخصين اتنين، وده بسبب الظل اللي بيظهر ليك بسبب ضوء الياقوت. عشان كده لما بتيجي تخرج تاني المغارة بتعتبرك شخصين مش شخص واحد. ودوت على عكس المهمة الأخيرة اللي كانت بتقول لو دخلت شخص واحد لازم تطلع كشخص واحد. وبيكمل بطلنا وبيقول عشان كده لازم الغرفة تعمها الظلام هي كمان، ما بتضيعش صاحبنا وقت وبيكسر الياقوتة اللي قدامه دي. وفعلا بنشوف إن بطلنا كان جوابه صح، وبتبدأ الياقوتة اللي متكسرة ديت تشكل حواليها هالة مرعبة وتفتح ممر تحت الأرض. وأول ما بيشوف بطلنا اللي موجود جوه
بيظهر على وشه علامات الفرحة وبيقول يبقى دوت كان سبب قتل الإخوة لبعضهم البعض وانتظارهم 3 سنين هنا. وبنشوف إن قصاد بطلنا سيف شيطاني مهول القوة، شكل نقطة ضعف بطلنا الوحيدة هيقدر إنه يتغلب عليها، واللي هي كانت قوة سيف اللي اتدغدغ في مواجهته قصاد وحش سيربرس الأسطوري. وبيقول بطلنا يبقى دوت أثر من بقايا كهف شيطان، وبيبدأ إنه يقرب على السيف وبيقرأ اللي مكتوب تحته، وبيبقى مكتوب إن فقط دماء عائلة باسكرفيل يمكنها سحب سيف بلزبوب العظيم. لما بيقرأ بطلنا الاسم بيستغرب وبيقول بلزبوب والأثر ده موجود هنا، وبيقول لنا إن أنا لما كنت طفل في حياتي السابقة أنا فاكر إن أنا شفت حكاية السيف ده في كتاب أسطور. وبيقول لنا بطلنا إن الأسطورة بتقول إن ملك الشياطين القوي لما ظهر نشر 7 من شياطينه اللي كانت تشبه الحيوانات وكانت أكل لحوم البشر، وكانوا يعتبروا أقوى الشياطين في جيشه، نشرها في كل أنحاء العالم ومكانش حد قادر إنه يقف قدامهم. وكانت الكارثة ديت اسمها الكارثة ال7. كمل وبيقول إن الأسطورة بتقول إن عشان نمنع الكارثة ال7 ديت إن رؤساء العائلات ال7 الكبرى اتفقوا مع بعض واتجمعوا كلهم، وتكلف كل واحد فيهم إن يتعامل مع زعيم شياطين من الزعماء اللي قدام. وبيقول لنا إن زعيم عائلة باسكرفيل في الوقت دوت وأقوى شخص كان فيها هو اللي واجه الذبابة الشيطانية دي بليزيبوب، وفعلا قدروا إنه يقضي عليه بعد معركة قوية وطويلة جدا. وكان بيقال أيضا إن تم الاحتفاظ ببقايا الوحش الشيطاني دوت بعد تدميره في ملكية عائلة باسكرفيل، بس كنا بنعتبر ده كله أسطورة قديمة محدش عمره صدقها، لأن محدش قدر إنه يلقى بقايا الشيطان بليزيبوب ده أبدا. بس بيبص للسيف الشيطان اللي قدامه وبيقول شكل كده الأسطورة طلعت حقيقية. وبيقول إن في حياتي السابقة السيف الشيطاني ده سقط في إيد الشياطين واتقتل بيه عدد مهول جدا من البشر في ساحة المعركة. بيقول بس دوت مش هيحصل تاني أبدا، وبيمد ايده عشان ياخد السيف وبيبدأ إنه يسحبه وبيقول ودوت لأنه هيبقى ليا دلوقتي. بس مرة واحدة بيختفي السيف من قدام بطننا وبيدخل جوه إيده، بيتحول لهالة وشكل غريب كده ويبدأ إنه يدخل جوه إيده وجسمه. وبيكون بطننا مش فاهم إيه اللي بيحصل له ده، وبنشوف مكان دخول السيف الشيطاني ده ويبدأ يحصل تغيرات في إيد بطننا، ومرة واحدة بيخرج من إيده السيف الشيطاني بشكل فخم جدا، وبشكل السيف بقى جزء من بطننا صاحبه. وبنشوف بطننا وهو بيقول إن أنا مكنتش متوقع أبدا إن أنا في حياتي ديت أحصل على سيف مصنوع من أحد شياطين الجحيم الأقوياء، ولا عمري كنت أفكر في حاجة زي دي. خلينا نشوف لأي مدى هتوصل قوتي في الحياة دي. ده شكل بطننا هيبقى قوته مهولة صح، ده كل دوت وهو لسه عنده 8 سنين بس، قبلك أما يكبر شوية. وبنشوف بطننا بعد ما خلص اللي كان جاي عشانه وقدر يحصل على السيف الشيطان الأسطوري ده، وهو بيقول أظن كده ما عادش في حاجة تانية أقدر إن أنا أكسبها منين، وخلاص حان دلوقتي وقت العودة. بس مرة واحدة بنشوف بطلنا حس بألم شديد في معدته لدرجة كمان إنه استغرب الألم ده ووقع على الأرض من كتر الألم وحس بدوخة شديدة، وبقول هو إيه اللي أنا فيه ده؟ أنا حاسس بجوع شديد أوي بس مش لدرجة الألم القوي ده. بس بيبص على السيف اللي في إيده وبقول ده شكله عمال يسحب طاقته كلها، والسيف ده جعان جدا. وبيبدأ إنه يجي على نفسه ويقوم من مكانه وبيحاول يتحرك عشان يخرج من جوه الكهف ده، وبيكون برضه لسه ماسك معدته وبيقول لنا انا حاسس بجوع لا نهاية جنوني. وبيكمل وبيقول كمان انا حاسس برائحة شيء لذيذ جدا جاي من الناحية دي. ومرة واحدة بنشوف السيف بدأ إنه يخرج من ايد بطننا وبيشده لا إراديا ناحية مكان معين كده، بالشكل دوت المكان اللي فيه الطعام اللي يقدر يغذي سيف شيطاني زي ده. وفعلا ما بيكونش قدام بطننا غير انه يمشي ورا السيف ده، وبنشوفه بيوديه عند جثة الوحش ستربروس اللي كان بطلنا قتله قبل ما يدخل المغارة. فبيستغرب بطلنا طبعا، وبنشوف السيف بيمتد بيغرز نفسه في جثة الوحش وبيبدأ إنه يتغذى على جثة الوحش. بقول بطلنا يبقى أكيد جفاف التربة والأشجار في المنطقة ديت كان بسبب جوع بليزيبوب المجنون ده، وأكيد كان بيمتص منهم طاقة الحياة دايما عشان يغطي الجوع الشديد ده. وبنشوف إن السيف رجع لإيد بطلنا تاني، بس مرة واحدة بيظهر نظام لبطلنا وبيقول الأكل الشرعي لبليزيبوب. وبنشوف إن ظهر لبطلنا 3 خانات، الخانة الأولى مكتوب فيها قوة نزيف كلب الجحيم من الفئة بي، وبنشوف إن الخانة التانية والخانة التالتة فاضيين. بيقول بطلنا هو إيه اللي ظهر لي ده؟ يا ريت مهارة الشيطان بليزيبوب ولا إيه؟ ويبدأ إنه يفتكر كده ويقول الأكل الشرعي لبليزيبوب. بيقول أنا فعلا قريت قبل كده في الكتاب اللي كان بيتكلم عن أسطورة بليزيبوب إن كان عنده قدرة اسمها الأكل الشرعي لبليزيبوب، والقدرة دي كانت قادرة على إنه يجعل قدرة الشخص الآخر ملكه. مش بقول لك يا صاحبي القصة داخلة معانا في منحنى أسطوري؟ يعني معنى الكلام يا كبير إن السيف بليزبوب ده من خلال قدرة الامتصاص بتاعته يقدر إن يخلي قدرة الشخص اللي قدامه ليه
وبيقول لنا بطلنا إن القدرة ديّة قدر بيها بليزبوب إنه يحرم عدد كبير جدًا من الناس من قدراته، وخلّاهم بلا قوة، وبيقول إن القيمة اللي ظهرت قدّامي دلوقتي ديّة إنها حدود قدرة الامتصاص بتاعته دي هي اكتساب 3 مهارات، أو بالأحرى يتبقى لي مهارتين، لإن المهارة الأولى خلاص أنا اكتسبتها اللي هي مهارة نزيف كلب الجحيم، وبيعرّفنا بطلنا أكتر على المهارة دي وبيقول لنا إن المهارة ديّة بتخلّي خصمك لو مجروح جرح إن شاء الله جرح سطحي أو صغير جدًا، فالمهارة ديّة بتقدر إنها تحفّز نزيف الجرح دوّة وسحب الدم منّه لحد ما تسهّل مهمتك في إنّك تقضي على الخصم اللي قدّامك، وبصراحة أنا شايف إنّها مهارة جامدة جدًا، فأنت لو قدّامك خصم حتى لو كان مخدوش بس تقدر إنّك تستغل الخدش ده وتخلّيه ينزف بطريقة كبيرة جدًا، ومهارة زي دي كانت هتنفع بطلنا أوي في قتاله مع الوحش سيربروس، وده بسبب الإصابات الكبيرة اللي كانت عنده. ما علينا، بيكون بطلنا طبعًا فرحان بسبب قدرته الجديدة اللي اكتسبها وهي سرقة المهارات، بس مرّة واحدة بنشوف إن السيف خرج من إيده مرّة تانية وبدأ إنه يخترق جثة الوحش تاني عشان يكمّل أكل. إيه يا ابني أنت لحقت تهضم ده كلّه؟ ويكون بطلنا زهقان منّه وبيقول شكله هياكل جثة الوحش كلّها، وده اللي أنا مش عايزه، عشان هاحتاج أجزاء منّه وهُم بيشرّحوا الجثة في نهاية الاختبار وأقدر أثبت لهم إن أنا قتلت وحش قوي زي ده، ويكون برضه السيف مكمّل امتصاص في الوحش اللي قدّامه، ويبدأ بطلنا إنه يخبّط عليه عشان يرجع مكانه تاني، وعمّال يقول له كفاية كده، وبنشوف إن النظام ظهر لبطلنا تاني وبنلاقي إن ال3 خانات كلّهم اتملوا، وبنشوف إن خانة فيهم مكتوب فيها نزيف كلب الجحيم، ودي خلاص المهارة والقدرة اللي فهمناها، وفهمنا إزاي بتشتغل، وبنلاقي إن في خانة تانية مكتوب قدرة حرق كلب الجحيم، واللي بيبان عليها مهارة قوية جدًا لإنها من المستوى A، وفي الخانة التالتة مكتوب قدرة التجديد السريع للفأر البني، وديّة المهارة الوحيدة اللي بيستغرب لها بطلنا، لإن زي ما أنتم شايفين كده دي المهارة الوحيدة اللي موجودة لفار، فبيبُص بطلنا وبيلاقي إن تحت جثة الوحش سيربروس موجود فار ميت، وشكل السيف مفرّقش امتصّه وهو بيتغذى على جثة الوحش، بس بالرغم من ده بنشوف بطلنا فرحان جدًا وبيقول إن أفضل حاجة اكتسبتها النهارده هي مهارة الحرق لكلب الجحيم دي، لإنها قدرة قوية جدًا وهتفيدني أوي، أوي، ده كمان أقوى من قدرة نزيف كلب الجحيم بمراحل. بنشوف بطلنا وهو واقف وبيقول أنا خلاص كده يعتبر جهزت كل حاجة للتقييم العملي، وخلاص الواحد بقى يقدر إنه يسترخي براحته، وكل الجثث جاهزة للتقييم وما بقاش قدامي غير إن أنا أستنى لحد ما فترة الاختبار تنتهي. ولحد هنا يا صاحبي بيخلص الفيديو بتاعنا، وشكله هيبقى الجزء الأخير كمان يا صاحبي، بس دوّة مش لإن المنيو خلصت والّا حاجة، لأ ده لسه في أحداث رهيبة وأسطورية أنا متأكد إنها هتعجبكم في المنيو دي. وزي ما قُلت ممكن يبقى آخر فيديو لينا في المنهج، بس زي ما سمعت كده يا صديقي ممكن، يعني في فرصة إننا نكمّلها، بس المشكلة بصراحة إن الواحد مش لاقي أي تفاعل خالص، لا لايك بقى ولا comment جميل، ده حتى يا أخي معظم اللي بيشاهدوا المنهو مش مشتركين في القناة أصلًا، فأنا هاكمّلها على أساس إيه؟ وأنا عارف إن قناتنا لسه صغيرة وعلى قدّها، بس والله الواحد على قد ما يقدر بيحاول إنه يعمل مجهود عظيم وبينوّع في القناة من تلخيص منهو زي اللي أنتم شايفينه ده، والواحد بيتعب فيهم جامد جدًا عشان يطلعوا لكم الجودة الجميلة دي، بس يا ريت في دعم يا صديقي، وأنا عارف إن أنا مطوّل معاكم شوية، بس أنا باكلمكم دلوقتي كاخواتي عشان بس نكبّر القناة، فمش عايز أطوّل عليكم أكتر من كده، وبُص بقى يا صاحبي اللي تعمله، يعني لايك، كومنت حلو، اللي مش مشترك يشترك، لإن الحاجات اللي أنت شايفها بسيطة دي هي الحاجة الوحيدة اللي بتأكد لي إن المنهج عجبكم وعايزيننا نكمّل الحكاية، وكمان برضه إن الواحد ما تعبش في الفاضي ومجهود عجبكم، ومهما كان برضه يا صاحبي أو مهما عملت هنفضل بنحبك وبنحاول نقدم لك محتوى أسطوري يليق بيك.